انت ناشطه في جمعيه خيريه في ايطاليا، احكي لي على طبيعه نشاطكم. أنا نخدم في جمعية إيطالية منذ 20 سنة، ونعتني بمكتب استماع للتوانسة بالأخص المقيمين في البلاد هذه اللي اسمها متزارة دلبار. واللي فيها الأكثر بحارة توانسة من السبعينات، أصيلي المهدية والشابة، مقيمين غاديك من أواخر السبعينات، يشتغلوا في البحر وفي الفلاحة. قلت نلقاو بعض التعطيلات. الوغ مش بعض التعطيلات الحقيقة احنا كناشطة اجتماعية ومرشدة اجتماعية واختهم بنتهم من 20 سنة توا الحمد لله. من جملة الاهتمامات اللي تجيني والطلبات اللي تجيني وحتى من تونس راهو، ودخلنا العديد من الأرامل واليتامى اللي لهنا في تونس باش نجموا تحصلوا على مستحقاتهم في إيطاليا؟ لا، في تونس. في تونس على خاطر فما احيانا وضعيات نتاع الخدامه مثلا العاملين الغاديكه في البحر ولا في الفلاحه اللي فترات الانخراط نتاعهم غير كافيه. فما اتفاقيه نتاع ضمان الاجتماعي ما بين تونس وايطاليا. دونك انا شفت اللي فما امكانيه ضم الفترات نتاع الانخراط كي يبدا عندك فترات في تونس باش ينجموا يتحصلوا هي مثلا الباقين على الحياه الارمله والصغيرات على المنحه نتاع الباقين على الحياه نتاعهم. هذم اجراءات الى جانب انه يلزمنا نكملوا الفترات كي بداو ناقصين في بعض الاحيان. ثم تعطيلات كبيره 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 برشا. انا وقت اللي اول ارمله جات كلموني عليها وانا وقت حاضر ما مشيت نخدم غادي في متزارة في 2003. وحده تسكن غادي قالت لي بالله انت تونسيه وجيت لهنا باش تعاوننا يرحم والديك. عاون امراه راجلها مات عنده 3 سنين ما خذتش المنحه نتاعها نتاع راجلها نتاع الباقين على الحياه بعد ما مات راجلها. جينا احنا لهنا فما خاطر توأمه ما بين تونس ومتزارة. جينا لهنا كلمت المراه جاتني من الشابه، عملنا لها فيزا وهزيناها كجمعيه احنا ايطاليه، هزيناها الغادي وعملنا لها امورها الكل مع الضمان الاجتماعي الايطالي. من بعدها هي يجوني مكالمات من كل جمهوريه تونسيه ما نعرفش منين، تليفونات هما يكلموا بعضهم وكل واحد يقول للاخر، واللي في متزارة يجوني واللي في ايطاليا يجوني واللي في تونس يكلموني. عندي تو كانت نوريك 3 ولا 4 مكالمات في التليفون نتاع نساء رجالها متوفات ولا حتى اللي مازالوا على قيد الحياه ما نجموش يتحصلوا على المنحه نتاع التقاعد نتاعهم، بالاخص اللي يكونوا خدموا في ايطاليا وخدموا في تونس باش يضموا الخدمات وحتى من غير ضمان الفترات الانخراط. باش كي يبدا هو مثلا مقيم في تونس باش ياخذ المنحه نتاعو كي يكون خدم في ايطاليا لازم تتعدى المطلب نتاعو عن طريق الصندوق القومي للضمان الاجتماعي. مانيش نضم فيه، يخدم على روحه في الصندوق. تبقى المعاملات كان فما امكانيه نتاع تحسينها لحد اليوم. المعاملات ما بين ايطاليا وتونس صناديق نقصد يتموا عن طريق البريد، المراسلات البريديه في البوسطه يعني. بالبوسطه. معناها جواب يمشي حتى لإيطاليا واحنا في سيسيليا يزيد يبطأ، يقعد 2-3 على الأقل حتى لين يخلط للإدارة المعنية بالأمر ولا بقسم المعني بالأمر حتى لين يشوفوا ويعاودوا هما يجاوبوا إيطاليا تونس بالبريد كيف بالبوسطة. وقعد انت تستنى كي تبدا حتى حويجة ناقصة بسيطة تقعد تستنى باش يوصل لإيطاليا من تونس لإيطاليا جواب. أنا ما فهمتش علاش لسيسيليا خاطر احنا في سيسيليا في متزارة ديل في سيسيليا الجواب كي تبعته اليوم يخلط لك بعد 2 شهر. ما نعرفش علاش، ممكن خاطر الجزيرة ممكن ما نعرفش، ما يصدقني حتى ريكوموندي حتى بوست رابيد ما يخلطش. بكل الصفات انت ايطاليا توا راهو عندهم ليميل وعندهم ليميل سيرتيفيي اللي يعوض الريكوموندي. ماهوش هو يحبوا حاجه تثبت اللي جاتنا من الاداره معناتها المعنيه هذيك باش تتم التعاملات ولا به. ايطاليا ولا تتعامل مع ادريس ايميل سيرتيفيي، كي تبعث لك ادريس ايميل سيرتيفيي وكانه جواب ريكوموندي. ما عادش نجم تقول ما خلطليش ولا ما جانيش. فهمت؟ صعوبات ما هي صعوبات. فما شكون يستنى ب3 سنين، فما شكون يستنى بال4 سنين، فما شكون جاني واحد والله هذيك قلت لهم اسكتوا. البو كان يخدم في ايطاليا روح لتونس عمل مطلب وقعد يستنى يظهر لي 4 سنين غلطوا له في الضمان الاجتماعي يحكي لي لولده. بعد عاود صلح وقعد يستنى باش تجيه المنحه نتاعو توفى. دونك عاودوا عملوا المطلب باسم امه مثلا باسم مرته مرت الراجل مثلا. قعدت تستنى حتى هي توفت.
الاثنين لخذاها الراجل اللي هو مش المفروض ينتفع بها، ولخذاها مرته اللي المفروض زاد كيف المراه كبيره باش تنتفع بها، حتى لو كان حاجه قليل. اول حاجه راهم لي بونسيون هذوما يجيو يتصبوا لتونس باليورو بالدوفيز. دونك ماذا بالنسبه لي انا هالمطالب الكل هالمتعطله راهي فلوس تنجم تدخل لتونس بالدوفيز، وصدقني ماهيش شويه، تنجم تكون منا ومنا ومنا، تنجم تكون مبلغ معناتها مهم على أساس المطالب العديدة والمتعدة اللي متعطلة. وأنا حسب اللي فهمته الأمور هذه متاع المراسلة ما تتمش كان مع إيطاليا، تتم مع الدول كل اللي معناتها تونس صندوق عامل معها اتفاقية. البلدان الأوروبية أو البلدان اللي نتعاملوا معها كلهم يتعاملوا بالزميل، واحنا ما زلنا نتعاملوا بالبريد. فوالا يعني بالجواب يوصل بعد شهر 2 3 الله أعلم. حاجة باش نكملها في الملف متاعي نبعث لك جواب أنت الصندوق الإيطالي، والجواب الصندوق الإيطالي باش يجاوب على الطلب هذاك يبعث لك جواب. باهي عندي حاجة أخرى، أنا مثلا بعثنا مرة آخر حالة اللي هنا بها مرأة توفى رجلها غاديكا وهي ناقصينها 6 شهور باش تنجم تاخذ المنحة هي وزوز صغيرات. يلزمنا نكملوا الفترات اللي لهنا، خاطر فما قوانين متى فما مش قوانين سامحني، فما كيف قواعد متى اللي يموت قبل عمره نتاع التقاعد، فما متى ضوابط اللي لازم يكون متواجدين عنده. ما كانش ما ينجمش المراه مرته تاخذ الشهرين. الرويج المسكين كي توفى ناقصينه 6 شهور كونتريبيسيون باش المرته وولاده ينجموا ياخذوا، ما خذاتش. فما شكون جاها خليني معناتها ولا انه قوس هات عطيني الفستان ندبر لك امورك وتنجيب. قلت جاي بعد بعثوها لي ليليانا مسكينه، قلت لك غادي في مزار. جاتني قالت لي راهم قالوا لي هكا وقالوا لي هكا، قالوا ما تسمعش كلام حتى حد، ما فماش هذيا باش كذب، الكل كذب. فما امور واضحه، عندك هذه تاخذ، ما عندكش هذه ما تاخذش. بالنسبه لوضع راجلك وقت اللي هو توفى وعمره مازال ما خلطش عمر التقاعد، زوز شروط يلزم يلقاو في كامل حياته المهنيه 5 سنين كونتريبيسيون انخراطات 5 سنين كاملين، والخمس سنين اللي يسبقوا تاريخ الوفاه بالتوالي لازم يلقاو فيهم 3 سنين كاملين انخراط. هذايا هي، ما فماش ما تاخوش من غير ما تسمع كلام لحتى حد. دونك جينا نشوفوا احنا الجواب نتاع الضمان الاجتماعي الايطالي ليمبس اللي جاوبتها على اساس ما عندهاش الحق باش تتمتع بالجرايه غادي، خاطر راجلها ناقصوا 6 شهور كونتريبيسيون. كملناهم بتونس، كملناهم بالفترات اللي عند راجلها اللي هو جاب ربي لهنا يخدم في تونس، خدم في تونس كملناهم له، ماشي يولي عنده مثلا الشروط الكافيه باش تنجم تتمتع بالجرايه نتاعها لها وصغيراتها. هذاك اللي حصل. اما قعدنا نستناو ملي قدمنا المطلب حتى لين جاها الجواب ما بين متى خاطر ما بين الزوج صناديق، وهي ذي تسكن في ايطاليا مش تسكن في تونس. هذه عامين ونص. علاش عامين ونص؟ عامين ونص خاطر المراسلات البريديه. اخر مراسله انا جبتها مانا ديريكت للنهج المعسكر هنا، وفما زي متى يعطيهم الصحه وكتر خيرهم متى برشا وخيات غاديك خارقين العاده عاونوا. الاشكاليه ما فهمتهاش انا الحقيقه انهم ما عندهمش الامكانيه نتاع ايميل. قالوا لي ما عندهمش، هما بيروات عندهم لي زورديناتور يخدموا عليهم، لكن ما عندهمش الامكانيه باش يتواصلوا مع الصندوق الايطالي بالايميل. شنو اللي ناقص معناها؟ فما بيسيات ما نعرفش، ما عندهمش. قالوا لي ما نجموش. دونك يقعدوا يبعثوا يظهر لي متى احنا متى على دوموند يظهر لي متى جبتها انا فيدي انا قاعد باش نحل لها امورها المرايه ذي، خاطر كي مات راجلها بسكته قلبيه وهي قاعده غادي المولى الدار خرجها من الدار، قعدت في الشارع رقدت هي وصغيراتها في تارش في الكرهبة رجلها. حتى لين دخلنا احنا كاريتاس، جمعيتنا الكاريتاس جايه اسمها على اسمها الكاريتاس، هي لا شاريتي. دونك احنا تدخلنا باش سكناها وشوفوا لها بعد مسكن معناتها اجتماعي غادي، وبعد قعدنا لاهين بالامور هذه نتاع المنحه الاجتماعيه. وجبت انت المطلب وجبت انت كل شيء فيه؟ جبته انا فيديو، وبعد ما لقيتش انا فيديو في الاخر اخر حاله. ما هو هي متى تولي متى في اطار الاتفاقيه نتاع الضمان الاجتماعي بين الزوج صناديق. جبت مره متى جواب نتاع الكاس متى الصندوق الايطالي، جبته باش نسرب الاجراءات. المدير قال لي ما فيهش طابع والكاشي. قلت لهم راني ما عادش نتعاملوا به في ايطاليا، ما عادش نتعاملوا به. دونك ما تعطلنيش على حكايه كيف هذه المراه مسكينه واحد الكل.
رجعت لإيطاليا وحطوا الطابع والكاشي وبعثناه لهم باريميل. ترجيتهم مرة واحدة قلت له بالله جاوبوهم باريميل من البيرو متاع المدير، جاوبوهم باريميل باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت. يعني في الإدارات بتاعنا بالزنا لحد لين ما نتعاملوش بالايميل. طبعا هذاك اللي فهمته انا ما نعرفش بالضبط كيفاش، لكن هذاك اللي فهمته. حاجه اخرى بعد ما وفينا الحكايه نتاع الكاشي والسيناتور اللي غاديكا في ايطاليا ما عادش يعتمدوهم، بالحق. انا مش نحب نعمل اوتو ديكلاراسيون، انا الفلان الفلاني واحد الكل نصحح ورقه ونصححها كيكا امضى ونحط معاها كوبي من الكارت ديدونتيتي نتاعي هكا هو. ما عادش نستحق متى تابع وندرا شنو واحد ما عادش، ولا سيناتور ليغاليزي لا. دونك المهم انه يفهموا كيفاش المعاملات اللي تصير غادي باش نسهلوا. احنا الغايه شنو؟ الغايه نسهلوا لك العمل. خاطر نسمع في الراجل بكري مواطن بالخارج، فما مواطنين بالخارج اللي الغالب، لكن فما مواطنين بالخارج راهو حالتهم تعيسه وحالتهم حليل وارامل بالاخص ويتامى لهنا. معناتها احنا جمعيه خيريه نحاولوا باش نعاونوا ونلقاو معناتها شويه اشكاليات اللي تنجم تتحل. باهي سيدي ما تردليش الكونيكسيون انترنت في كامل الصندوق، جوست فاللي هذوما اللي يتعاملوا مع الصندوق نتاع ايطاليا مثلا في اطار مثلا العلاقات هذوما والمطالب مثلا باش يحلوا اشكاليات العاملين في الخارج ولا اللي توفاوا ونساهم قعدوا توحل الكل. مره واحده ما عنديش، انا ما جبتش معايا الحقيقه، مره واحده منهم مراه 7 سنين صدقني تستنى بعد ما توفى رجلها من 2012 تستنى. مشات لسبارت ايطاليا قالوا لها ما عندناش دخل، مشات لوزاره الشؤون الخارجيه قالوا لها ما عندناش دخل. بعد في الاخر قالوا لها برا مشي يعمل مطلب عن طريق السنسس، عملت المطلب عن طريق السنسس وقعدت تستنى باش تجاها الريبونس بعد ما توفى رجلها 12 عام يخدم غادي. هذه اصلها من نابل المراه. جاوبوها بعد عامين تقريب اللي رجلها ما عندوش الحق بالرفض بعد اللي سندته الكل. اي يعني هي كانت نجم، هي 7 سنين قالت لي بعد ما توفى رجلها ما تعرفش كيفاش الاجراءات، لكن كي قدمت المطلب من هالتاريخ اللي قدمته حتى اللي جاها الريبونس بعد عامين ولا عامين واش. عندي كل شيء راه موثق. انا قالت لي عليها وحده تعرفني بربي راهي في نابل امراه هكا مسكينه 5 صغيرات تحاولش تعاونها انت هاك تعرف الامور هذه وحده الكل. دقيت الباب ودخلت لها وانا داخله في نابل نلقى كردونه كبيره معبى بك الدريبكات صغار. طلعت الفوق ما بالوش بيا المراه اللي جايتها راه نلقاها قاعده في القاعه الحصيره وتخيط في الدرابك كل دربوكه كل جلده مع دربوكه صغيره. قالت لي تاخذ 100 فرنك. قالت لي هكاك قاعده نعايش في صغيراتي ملي ما تراجل باهي. جيت باش نحاول نعاونك ما تفكل على المنحه ولا شو. قالت لي لا سي جاوبتني سنه ساسره بالرفض ما عنديش الحق ما عندوش الحق راجل. كيفاه قلت لها ما عندكش حق راجل؟ كيفاش راجلك ما عندوش الحق؟ وريني كان يخدم في النوار كان يخدم بغير قانون. قالت لي لا ها مش نوريك هو روح لتونس في نابل وتوفى لهنا بعد ما روح مثلا في العطله ولا الكل كان مريض وتوفى لهنا. ها ورقوا الكل هنا مشيت جبتهم. نشوف قلت مستحيل راجلك ما عندوش الحق مستحيل. الغلطه شنو هي؟ المطلب نتاع الضمان الاجتماعي اللي يمشي من تونس من هنا يمشي بالعربي يتكتب بالعربي يتخدم بالعربي طبيعي. باش يمشي لايطاليا يترجم باللغه على واحد الكل. هو اللقب نتاعو كما نقولوا زين ولا الزين. الضمان الاجتماعي الايطالي قالوا لها ما فماش هذا مش موجود. جاوبت دونك تونس ما عندناش الشخص هذا. يعني زوز حروف غالطين. اي في الترجمه صاروا زوز حروف غالطين. حرموها من حق. ما حرموهاش هما غاديك كانوا ينجموا يعملوا اجتهاد ما اجتهدوش قالوا ما عندناش وكا مش موجود. هو مش موجود. الزين مش زين مختلف. الزين اللقب راه ما جبدوا على حوايج به. قلت لها بنات عمي عندك الحق تحبش تعمل لنا توكيل وتنتهوا لك احنا. عملت لي توكيل باسم المسؤول نتاعنا وعملنا المطلب من الاول جديد وخذيت المنحه نتاعها نتاع صغيراتها 900 يورو في الشهر والمستحقات نتاعها تقريبا ال10 سنين اللي فاتوا الكل 40,000 يورو. يعني ولات لبس علينا مراه وخذت الحمد لله يا ربي صغيراتها قراوا ولا وصلوا واللي عمل بوليتيك واللي عملت مثلا واحد امورهم واضحه. مساج اخير تفضل. مساج المساج الاخير عايشكم
المسؤولين على الصندوق الضمان الاجتماعي جوست نعاونوا برشا عملاء وبرشا أرامل اللي واحلين على أساس معناتها تعطيل برشا في الإدارة وفي المراسلات مع الصناديق الأخرى الإيطالية. نتفاداو المراسلات البريدية بالبوسطة ونحاولوا نعملوا حتى مكتب واحد اللي تمشي منه المطالب والأجوبة مثلا بالإيميل.